حريص جدا ان انا اروح الاهلي. متطرف. الشعب المصري دايما الملعب يصفق لابو تريكة. لا، منضم لجماعات محظوره. ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة. ده الكلام اللي انتشر عن اللاعب ابو تريكة، وده بعد ظهوره في اعلان استاد الاهلي الجديد. ابو تريكة ظهر 3 ثواني في الفيديو والدنيا اتقلبت. عمرو اديب واحمد موسى ومحمد الباز عارف ان دي انا هتشتم عليها، هتشتم لهم حق علينا فرض عين على كل واحد 100 مليون. وبيكشف الحقيقه عن توجهه. كل واحد فيهم طلع في البرنامج بتاعه وهتك اهانه وسخريه. طب ايه الحكايه وايه سبب الهجوم الكبير قوي ده على شخص الكل اجمع على طيبه قلبه؟ هو ايه اللي ابو تريكة عمله خلى الدنيا تتقلب لدرجه ان الناس كتيره بتطالب بحذف الاعلان اللي هو ظهر فيه؟ وهو فعلا ابو تريكة مذنب ولا بريء؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. بص يا سيدي، عشان ابسط لك الموضوع خلينا الاول نقسم اللي اتكلم في الموضوع لفريقين. الفريق الاول ده بيدعم ابو تريكة وشايف ان الراجل مش مذنب في اي حاجه، ده بقى هنسميه الفريق الاخضر. والفريق الثاني اللي بيهاجم ابو تريكة وشايف ان هو ارهابي ومتطرف وكمان المفروض يتحاكم، ده بقى هنسميه الفريق الاحمر. كل اللي هحكوا لك في الحلقه هو عرض لرأي الفريقين مش رأيي أنا الشخصي. طيب نبدأ بالفريق الأحمر، وده هو اللي شايف أبو تريكة مذنب. الفريق ده بقى بيتبنى قصة، خليني أحكيها لك. سنة